السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة هند ريان. اليوم غادي نحضر معكم كيك عائلي حجم كبير غير بجوج بيضات، كيجي رائع. تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا طريقة التحضير. في بول غادي ندير جوج بيضات بدرجة حرارة المطبخ. غادي ندير كاس ديال سكر سنيدة، كاس صغير ديال اتاي. غادي ندير فانيليا بوزن 16 غرام، وغادي نخلط الخليط ديالي مزيان. غادي نضربه مزيان حتى يتغير ليه اللون ديالو باش كتجيني الكيك ديالي ناجح وتيجيني طالع وكيجيني هشيش. السر ديال الهشاشه ديالو هي فاش تضربوا البيض مزيان مزيان حتى يتبدل اللون ديالو. من بعد ما ضربت البيض مزيان غادي نزيد كاس ديال الزيت، نفس العبار ديال السكر. غادي نزيد قشور ديال ليمونه محكوكه كيعطيوني واحد النسمه زوينه. غادي نزيد دانون بنكهه الفاني، وغادي نخلط هادشي مزيان. كما كتشوفوا الخليط ديالي كيجيني ساهل في التخلاط بعد ما تنضربو مزيان مزيان. ودابا غادي نضيف الدقيق على حسب الخليط. غنضيف جهد 4 المعالق كبار حتى ل6، وغادي نضيف خمار بوزن 18 غرام. وغادي نخلط الخليط ديالي مزيان مزيان حتى ينسجم ليا الدقيق مع الخليط. بعد ما خلطت الخليط ديالي مزيان، دابا غادي نديرو في المول اللي غادي ندخلو للفران. دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق. غادي نوضع الخليط ديالي وغادي نشعل عليه من الفوق للتحت على 100 درجه، ونخليو الكيك ديالي يطيب على خاطرو باش كيجينا طالع وكيجينا هشيش. وهذا هو الكيك ديالي بعد ما خرجته من الفران. كما كتشوفوا كيجي طالع غير بجوج بيضات، كيجينا حجم عائلي. كما كتشوفوا كيجينا رطب وهشيش بزاف. نتمنى تجربوا هذه الطريقه، وما تنسونيش بلايك واشتراك القناه. وشكرا على المشاهده ديالكم. من بعد ما خرجت الكيك دهنته بالكوفيتير ورشيته بالكوك. لكم الاختيار، تقدروا تزينوه باش ما بغيتو. المهم الطريقه ناجحه 100%.